ما تيجوا اوريكم يومي كان ماشي ازاي. صحيت على صلاه الفجر، بعدين جيت قرات شويه قران، بعدين عملت لاتيه واستعديت بقى للبصمجه. خلاص كده تمام. دي كده فازو فازورم فيها 2 في، اختار الاختيار اللي فيه في. وفي النص بقى كده جديت جدا وطلعت عملت شويه تمارين بالظبط ربع ساعه. وده كان اليوم ال 35 من تحدي ال 45 يوم. بقيه التمارين موجوده على الانستجرام لو حابين تتابعوني هناك. ننزل بقى ناخد دش عشان نروح الامتحان. ولبست وعملت فطار في السريع قوي عشان ما اتاخرش، بس للاسف اتاخرت ونزلت مستعجل جدا. وبصمجت تاني في المواصلات وقبل اللجنه برضو. نستعد بقى للامتحان. اتوقع انك هتجيب تقدير كام يا اسطى؟ اصلا امتياز يا اسطى باذن الله جيد جدا مرتفع. تقدير ايه؟ جيد جدا. صوت يا اسطى امتياز يا اسطى. ما ايه تقدير؟ الحمد لله نعدي صوت. الامتحان يا جماعه الحمد لله جاي حلو جدا، فاللي هو يعني الناس كلها بجد طالعه مبسوطه، فقشطه يعني اخر ماده بقى واحتفال وبتاع، وفي مادتين بس ما لهمش لازمه يعني، فقشطه خلينا نحتفل. وصلنا وايلد برجر بدري جدا، فوقفنا في الشارع اصلا قبل ما يفتحوا. طبعا السلطات كانت ريفيل اي حاجه ببلاش صاحبي ناخد منها كتير. والصراحه البيف هناك احلى من التشيكن يا جماعه، عشان لو حد راح هناك. والجو بجد كان حر جدا، فولا قريت ولا حتى سمعت اغاني، بس خدت دش في السريع جدا ورحت جبت نفس التيشيرت اللي انا لابسه وجبت منه لون تاني عشان ابدل فيه، وجبت ده كمان. وعلى فكره ما فيهاش مشاكل لو انت علقت اللبس اللي انت قسته ورجعته مكانه تاني، اللي في المحل مش شغال عبد عندك خالص يعني. وروحت اخيرا ولحقت الظهر بالعافيه، بعدين صليت العصر واستعديت بقى للنزول بالعجله اللي كانت وحشاني قوي وما نزلتش بيها بقالي حوالي شهرين مثلا. وطبعا لازم نبدا الاجازه بهاري بوتر. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا فولو ولايك.